الآن أعطي الكلمة لأعضاء مجلس الأمن الذين يريدون الإدلاء بإفادتهم بعد التصويت. المغرب، مندوب المغرب، لك الكلمة، تفضل. سيد الرئيس، أولا وقبل كل شيء أود التعبير عن تهاني الوفد المغربي لتقلدكم منصب رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وفي نفس الوقت نثمن العمل الدؤوب والمجهودات التي قام بها السيد السفير باسو وكل معاونيه في رئاسة مجلس الأمن للشهر المنصرم. سيد الرئيس، أود أن أعبر عن أسفنا الشديد وإحباطنا لعدم تمكن المجلس من اعتماد القرار الذي طرحناه على أنظار أعضائه منذ 3 أيام، ونتمنى صادقين أن لا يكون عدم اعتماد هذا القرار من طرف المجلس ذريعة لانزلاق أخطر في الأوضاع الإنسانية في سوريا الشقيقة والارتفاع في عدد الضحايا الأبرياء. تتذكرون السيد الرئيس حينما تقدم سمو الشيخ حمد بن جاسم رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة في سوريا ومعالي السيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، تقدم بإحاطتيهما إلى المجلس. كان ذلك مشفوعا بطلب واضح وطلب ملح للحصول على التأييد من طرف المجلس لمنظمة جهوية بلورت مبادرة حاسمة وجريئة ومتكاملة مبنية على فضائل الحوار والتفاهم والمصالحة الوطنية من أجل إيجاد حل سلمي لوضعية لا تزيدها الأيام إلا تفاقما. وقد انخرط المغرب بحكم المسؤوليات التي يتحملها كعضو عربي في هذا المجلس، وبتعاون وثيق مع مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وغير الأعضاء، وخصوصا منها دول عربية عديدة، في مجهود متواصل من أجل الوصول إلى توافق يمكن في نهاية المطاف المجلس من الحديث بصوت واحد بعد قرابة سنة من اندلاع الأزمة في سوريا الشقيقة. والمغرب يقدر لكل أعضاء مجلس الأمن ومعه كل المتبنين لهذا المشروع القرار، نقدر تفاعلهم، وهنا أقول تفاعل أعضاء مجلس الأمن بدون استثناء، وأقول بدون استثناء، مع مقترحاتنا، ونقدر حق تقديره روح التوافق والمرونة التي انعكست كما تعلمون على مشروع القرار. لقد سعينا حتى في انخراطنا في هذا المجهود وسعينا الدؤوب لإنجاحه على تأمين الثوابت التالية التي لا يمكن أن يجادل فيها أحد. أولا، الوقف الفوري والتام لكل أعمال العنف والتشجيع على الحوار السياسي، تمكين الشعب السوري الشقيق من تحقيق طموحاته المشروعة في بناء مؤسساته السياسية الوطنية. ثالثا، الحفاظ على سياسة سوريا ووحدتها الترابية وتماسك نسيجها الاجتماعي التعددي. وأخيرا وليس آخرا، استبعاد كل تدخل عسكري خارجي. والآن السيد الرئيس، وقد استحال على هذا المجلس اتخاذ قرار يؤيد المبادرة العربية
تبقى خطة الطريق هاته قائمة كالأداة الوحيدة والإطار الأمثل التي يجب على الجامعة العربية بذل قصارى جهودها لتفعيلها. إننا سيد الرئيس نتألم شديد الألم للتطورات الخطيرة والمؤلمة التي تعرفها سوريا الشقيقة، ونترحم على كل الضحايا الأبرياء بدون استثناء، ونبقى متعلقين بالأمل على أن تحقن الدماء وعلى أن تلتئم كل مكونات الشعب السوري الشقيق حول مشروع ديمقراطي لبناء الوطن الواحد ولبناء مجتمع منفتح ومتلائم وملتئم. نتمنى صادقين السيد الرئيس أن لا يرجع مجلس الأمن إلى هذه الوضعية والأمور قد تفاقمت. نتمنى أن كل من له نفوذ وكل من له تأثير على كل الأطراف أن يعمل كامل مجهوده، والحالة هذه ومجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ هذا القرار حتى لا يسقط عدد أكثر من الضحايا الأبرياء، وحتى يوضع حد لاستعمال العنف وللعنف المضاد. وشكرا سيدي الرئيس.